في سبيل. أنا ما أتكلم. لا، نداءات بأسماء، أنا أقصد بأسماء مثل ما تفضل الشيخ، نداء إلى المفتي، نداء إلى إمام المسجد البوطي. يعني هل هناك نداءات لأسماء معينة لقبائل معينة مثلا حتى لعلها تستجيب من خلال صوت سوري حر؟ صح، هذا كلام مضبوط ما في شك. الحمد لله نحن هلا الشيخ البوطي الله يذكره يعني ويهديه، واحمد حسون، انا حاضر عده محاضرات للشيخ احمد حسون في حلب. نعم. انا كنت من الناس اللي كنا نخدم في مدرسه النبهانيه لوجه الله تعالى مشان التلاميذ اللي بتعلموا. وممكن شخص الشيخ الكريم ضيفك ممكن يعرف المدرسه النبهانيه هاي في مدينه حلب، هاي خاصة للتدريس الشباب من السنة لسنة، ما بيعطون إجازات إلا على الأعياد على بيوتهم، مدرسة شرعية. والله يا شيخ الزكوات واللحوم من المملكة العربية السعودية بأيام الحج وهيك بتروح لعنا على سوريا، بدل ما يدوها للمساكين هذولي وبتروح هي بأسماء المدارس وغيرها بيحطوها وبيبيعوها بالكيلو. أنا عم بحكي هالكلام من منطق صدق. فأرجو أنا من الله سبحانه وتعالى. كنت أتمنى أنك توجه نداءات لأسماء معينة، لكن أنا أشكرك أبو حسين، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أتمنى بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لفك. أنا أعتقد أن المجتمع السوري الآن أسير بين يدي هذا النظام الخبيث. شيخنا تعليقات على ما ذكروا المتصلين؟ نعم، هو في الحقيقة أشاروا إلى قضية تعظيم بشار والرئيس والنظام. نعم. هو تحقيق العبودية لغير الله والسمع له والطاعة وتقديمه على أمر الله جل وعلا، وهذا يربى عليه الناس من البداية. فالله جل وعلا يسب، لكن بشار لا يمكن أن يمس، بل إنه يعظم والعياذ بالله. أما الشعب، هو أشار إلى قضية في أول كلامه إلى خروج الشعب السوري من سوريا. هناك تشريد حقيقي بسبب الفقر وشدة الفقر، مع أن الدولة غنية، وخروج الشباب من سوريا. فما أن يصل الشباب إلى العشرينات إلا ويبدأ بالخروج بحثا عن لقمة العيش. بل بعض الأسر الآن لا يكاد يوجد فيها أحد في سوريا، يذهبون إلى دول الخليج، بل يذهبون أحيانا دول فقيرة ويبحثون عن أعمال مهينة، يعني عامل نظافة، وفي لبنان، وأعمال وضيعة في الأردن، وبل في كثير من بلدان العالم. نعم. وحتى يعني ذكر لي بعض الإخوة من الداخل السوري واقع حتى شركات النفط الموجودة في الشرقية في شرق سوريا، وأن 90% من الموظفين فيها هم من العلويين، بل هناك وظائف كثيرة جدا بالاسم ولا يوجد لهم حقيقة. أما بقية الشعب العام مع الأسف الشديد فهم يطردون هنا وهناك، بل ربما يكون شخص واحد مثل رابي مخلوف دخله الشهري يعادل أضعاف دخل الشعب السوري كله. يعني هذه من الأشياء المضحكة المحزنة، كيف أن يعني ظلم الناس في معاشهم وفي أكلهم وفي قوتهم وفي حياتهم وفي وظائفهم، وهذا من أعظم الظلم أيضا، وغير ذلك من أنواع الظلم الذي أشار إليه الآن. لكن شيخنا قبل الاتصالات كنت أتحدث عن أنا عفوا تتم حتى لا أنسى. نعم. الغرب، هو ذكر أن الغرب لا يدري وفي تأتيم إعلام، لكن الغرب يعلم هذه الحقيقة، لكن يعلم أن هذا الحاكم الدكتاتوري القمعي هو الذي سيحمي إسرائيل، وأن وجود مثل هؤلاء القمعيين الظالمين هو صمام الأمان بالنسبة لهم لإسرائيل، أو نقول يعني الكيان اليهودي والمحتل اليهودي في فلسطين. فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة وأن نعرف كيف نتعامل مع الواقع الغربي. شيخنا يعني ماذا عمل يعني منذ تقريبا حافظ الأسد إلى الآن لم يعمل شيء لإسرائيل؟ هم يتحدثون فقط ويقول نحن نعادي إسرائيل وإسرائيل هي مغتصبة. ماذا فعلوا في الجولان؟ ليس هناك أي شيء يذكر أساسا في المحافظة على الجولان. نعم، استسلام واضح أصلا وعدم رد وحماية حقيقية، وما أجملها أن تكون فقاعات وكلام ومناوة. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل ما ذكروا، هم ذكروا بأن بشار لا يتجاوز الشعارات في كلامه ضد الكيان الصهيوني، بل أن هذا النظام له تدخلات في لبنان
للقضاء على أهل السنة في بلا لبنان. شك، وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا. يعني سوريا الوضع وضع أهل البلد وغيرهم، يعني ظلم لا يطاق. يعني ترى يا إخوة، أنا أقول هذا الكلام وهو فعلا كما ذكرت وأذكر ويذكر غيري ويذكر أهل السوريون وغيرهم، هو أسوأ نظام عرفته البشرية في التاريخ المعاصر، هو النظام البعثي النصيري السوري. نظام أمني ظالم وطاغي وباغي، والإنسان لا كرامة له في المجتمع السوري مع الأسف الشديد. نعم. طيب شيخنا، لو أعود لمسألة قانون الطوارئ، يعني إن كانوا يقولون مثلا هناك يعني بعض المشاكل في يعني المشاكل في المجتمع السوري وقيام نظام قانون الطوارئ إلى الآن. نعم. نظام قانون الطوارئ طبعا قائم، فقط استبدل بنظام مكافحة المخدرات، مكافحة الإرهاب. نعم. وإن كانت المخدرات، أتمنى أن يقول المخدرات ولا يقول الإرهاب، لكن شيخنا يعني هل يرضى عاقل إن كان هناك دعاة وإن كان هناك إعلاميين أن يكون الشعب مغتصب بحريته، مغتصب يعني من خلال توجهاته مثلا؟ لأن هناك أعتقد أن حرية مطلقة للأديان، لكن ليس الحرية المعروفة. يعني ربما المسيحية مثل ما يقال تأخذ راحتها أكثر من يعني المسلمين هناك في الدعوة وغيرها. والرافضة. أيرضى عاقل بهذا؟ بما أن الآن قامت المظاهرات، من بدأ بها بدأت بها درعا، يعني لماذا لا يكون هناك التحام شعبي كامل؟ فهو النصرة لا بد منها، وأنا أقول الأمر قد بدأ، والتراجع خطير وقد يترتب عليه من سفك الدماء والظلم، وبعض الناس قصير النفس، ولا بد من الصبر والمصابرة، ولا بد من الاستمرار، ولا بد من المضي في الطريق، ولا يسوغ التراجع، ولا يصلح أن يعطى النظام فرصة ليلتقط أنفاسه بين جمعة وجمعة. وينبغي أن يكون هناك استمرار وهناك دراسة في الداخل السوري في قضية الاعتصامات، في قضية العصيان المدني، في أن يكون هناك مظاهرات وثورة في جميع المدن في وقت واحد، وهذا كله سيشتت قوة الأمن وسيضعفها بإذن الله تعالى. وأنا أقول هذا الكلام هذا في بذل الأسباب الحسية، وما ذكرها الإخوة وما ذكرها المشايخ من داعي الإسلام الشهال وغيره، لأن النصر من عند الله. طيب شيخنا، بالنسبة لأسباب النصر. أحسنت. يعني الله جل وعلا يعني حصر ذلك، وما النصر إلا من عند الله، إلا من عند الله. النصر ما هو من أمريكا ولا من قوة إعلامية ولا من هذه أسباب أمرنا بها لبذل الأسباب الحسية في دفع الباطل. ومن الأسباب هذه المظاهرات السلمية، والجميع يؤكد على أنها سلمية، وأن الاستفزاز لا يدعونا إلى استعمال السلاح ولا بالسكين. نعم. غير قضية الحماية الداخلية، أن الناس يكون عندها أسلحة في بيوتها حتى لو هجمهم العدو في البيت. والصائل كيفية التنظيم لمثل هذه المظاهرات الآن، يعني نحن والغير يطالب بأنها تكون سلمية، بينما هناك قمع بالقتل، يعني هناك يعني تزهق أرواح، يعني هي سلمية بينما يواجهها هذا النظام بالقتل. كيف يكون؟ لو وجد سلاح واحد فسيترتب عليه يعني استباحة هذه الثورة بالقتل بالمدفعيات وبالصواريخ وبالطائرات، وهذا نظام لا يرحم. نعم. لكن نقول في البيوت حتى لا تنتهك العورات ولا يعتدى عليهم، السلاح، وجود التسليح الداخلي، ليس الاستعمال في المظاهرات لا من قريب ولا من بعيد، وإنما إذا هجم الصائل على بيت الإنسان لانتهاك عرضه وأخذ ماله واعتداء على روحه، فإنه يجوز له حينئذ إذا غلب على ظنه حماية نفسه وتغليب المصلحة في ذلك أن يستعمله. وإلا ما عدا ذلك فاستعماله في المظاهرات فإن الجميع يؤكد في الداخل والخارج إلى أن تكون سلمية. طيب. نعم. نستكمل أسباب النصر فضل الشيخ. أحسنت. أنا أقول هذه القضية يجب أن تكون عقيدة ويقين، وينبغي لإخواني في سوريا، يا إخوتي في سوريا، إلى إخواني في الله في سوريا، النصر من عند الله. الله جل وعلا حصره، قال وما النصر إلا من عند الله، لا نتوقع النصر من غير الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالقوة من عند الله جل وعلا، والنصر من عند الله. ويقول الله جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. هذا نصر من عند الله
وتأييد من عند الله، وأرسل الله سبحانه وتعالى 1000 من الملائكة كلها نصرة من عند الله، وأنه ما رمى حينما رمى ولكن الله رمى. فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة. والله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف نحقق نصرة الله جل وعلا؟ فأقول لنا جميعا: القضية سوريا ما هي بقضية السوريين، قضية المسلمين جميعا. لا بد أن نحقق النصر في أنفسنا أولا، فلا بد من صدق النية وإخلاصها لله جل وعلا، وأن يكون هدفنا هو رفع راية لا إله إلا الله، والالتزام بأمر الله وحكم الله وشرع الله ودين الله، وبذلك تتحقق الحريات للجميع والعدل للجميع، لأن الحكم لله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فلا بد أن ننطلق من هذا المنطلق الصادق. ثانيا، أن ننصر الله جل وعلا في واقعنا وفي حياتنا بفعل الطاعة وترك المعصية، وكما ذكر الشيخ داعي وغيره يعني: والعاقبة للمتقين، فإن العاقبة والنتائج والآثار لأهل التقوى. ولذلك لا بد أن نحقق التقوى، وتتحقق التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي. المحافظة على الصلوات جماعة في المسجد، المحافظة على الصلوات في أوقاتها أيضا في البيوت بالنسبة للنساء، المحافظة على المرأة بحجابها، المحافظة البعد عن المعاصي بأنواعها وأشكالها، سواء كان ظلما أو ربا أو أخذ مال بغير حق أو مشاركة لأهل الباطل، أي نوع من أنواع الفساد السلوكي أو الخلقي أو غيره، الوقوع في السحر والشعوذة، الوقوع في دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو التبرك بالأولياء وبالقبور ونحو ذلك. نبتعد عن الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، نبتعد عن البدع كلها الكبيرة والصغيرة، ونبتعد عن المعاصي بأنواعها وأشكالها، نلجأ إلى الله. وأيضا الدعاء والإكثار من الدعاء. والله جل وعلا يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لما فيه من الانكسار بين يدي الله والالتجاء إلى الله جل وعلا وسؤال الله وشدة الافتقار إلى الله جل وعلا. فأدعو الإخوة جميعا وأدعو المسلمين جميعا الدعاء 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 بنصرة المسلمين في سوريا. اسمح لي بس بكمل. طيب. الدعاء لإخواننا المسلمين في سوريا وحقن دمائهم، وأن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن ينصرهم أن ينصرهم أن ينصرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وكان يسمي: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وكان يدعو أيضا ويسمي: اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني من ظلم منهم، فكان يسمي. فالدعاء على هؤلاء والدعاء للمسلمين أمر مطلوب. ومما ثبت أيضا من الدعاء قنوت النازلة، فندعو إخواني إلى قنوت النازلة. وقنوت النازلة ممكن نجعل ذلك في آخر الحلقة فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعاء طبعا، ولا أريد مقاطعتك، لكن لدي اتصال هاتفي معي الدكتور أكرم حجازي، باحث وأكاديمي من الأردن. تفضل دكتور أكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير أخي أستاذ رياض، وجزا الله الشيخ الدكتور يوسف الأحمد خير عما تقدمونه من جهد مشكور إن شاء الله ومأجور لنصرة أهلنا وإخواننا في سوريا. وهذا النظام